طلاب يا حبايبي في كل مكان، وحشتوني أيها الوحوش البشرية. أيوة طبعا أنتم وحوش فيما أنتم. يا عم بطل لغة عربية بقى، بلا فيما أنتم بلا فيما بتاع. شد حيلك يا ولا شد حيلك يا بنتي، عايزين شغل عالي. انشط كده واشتغل كده وإيه، نفض للكسل كده وإيه، انفض غبار الهموم، انفض غبار الهم والغم. اللي يا مستر وانت بتبقى متضايق متنشن، الموضوع بيبقى ماشي ببطء، انا عايزك تمشي ايه، سريع سريع. طيب سريع سريع يعني اعمل ايه؟ بص كده، تعالى معايا وركز ركز ركز ركز. ميعادنا النهارده مع كبسوله كام يا مستر؟ كبسوله 2، كبسوله نمبر 2، كبسوله رقم 2. احنا بنعمل ايه يا مستر الاول؟ تعالى يا صديقي، اول حاجه نقرا الاسئله. The best title for this passage could be، افضل عنوان القطعه هو. Number 2 the writers advises us to، بينصحنا ايه. 3 which one of the following is a useful activity، هو useful activity نشاط ايه مفيد جدا. 3 بيقول لي which one of the following is a useful activity. 4 بيقول لي which of the following is a form of modern means of communication، عايز وسيله حديثه للتواصل. 5 we infer نستنتج that the writer is، ان الكاتب against using technology، for using technology، with using technology with limits، استعمل التكنولوجيا بس بحدود. defending using technology اللي هو يا مستر، اللي هو defending الدفاع عن استخدام التكنولوجي. طب يا مستر نمبر 6 بيقول لي ايه؟ according to the passage، طبقا للقطعه. بيقول لي ايه طبقا للقطعه؟ معرفش نقط of something isn't good for us، مش كويس علشان. 7 بيقول لي restricting the hours we spend with screens is hard at first for، بيبقى صعب في البداية عشان كذا. 8 بيقول لي which one summarizes، أنهي يلخص the passage القطعة. تعالى بقى، احنا قرينا الايه؟ قرينا القطعة، قرينا أسئلة القطعة. تعالى بقى نمسك القطعة كده زي ما فهمنا وزي ما قلنا. هقف قدام الكلمات الصعبة أكيد؟ لا يا مستر احنا فهمنا خلاص. طيب بيقول لي technology is an important part of people's lives but the time spent with digital devices need to be balanced. انت balanced اصلا خدتها، لازم يكون في توازن with other activities، مع الأنشطة الأخرى. فبيقول لي a digital diet، الديجيتال دايت yes would help people limit screen times، ده هيساعدك ان انت تعمل ليميت للوقت بتاع السكرين and reverse some bad habits from too much digital use، هيساعدك ان انت تقلل خالص مشاهداتك او وجودك عبر الانترنت. This balance التوازن ده could mean يعني more time outside، ان انت تقضي وقت بره. more sleep تنام اكتر. longer attention spans، مش عارف spans ما تفرقش. a digital diet would be worth the effort. الديجيتال دايت هو في حاجه يا مستر اصلا اسمها الديجيتال دايت، ايه اللي هو النظام الدايت عبر الانترنت. طيب بيقول لي young people، الشباب depend on technology for almost everything، تقريبا في كل شيء. but too much technology can be bad، too much bad. everyone who uses digital devices needs to restrict، يقلص the hours، الساعات they spend with screens by spending more time outside، يقضي معظم الوقت برا. or reading a book، أو إنه يقرأ كتاب before they go to bed، قبل ما يروح السرير. يعني قبل ما تروح السرير بدل ما تمسك التليفون ممكن تقرأ كتاب مفيد. even though computers are still needed، برغم ان الكمبيوترز are still needed for homework people would benefit from less screen time. most people rely on technology، معظم الناس بتعتمد على التكنولوجيا to communicate with others through text and email، من خلال النصوص والإيميل. but too much time looking at a screen creates bad habits، ان انت تقعد مدة طويلة قدام الشاشة ده بيعمل لك عادات سيئة. instead بدلا من كده everyone should try to go outside during their free time، جرب كده في وقت فراغك تطلع.
so that they can get better grades. درجة هتبقى أعلى في المدرسة and develop their creativity. وده هيساعد الكرياتيفيتي عندنا. although a digital light بالرغم من الديجيتال لايت would be hard at first في البداية بيبقى صعب. It would help people in the need هيساعد الناس وقت الحاجة. although electronic devices الأجهزة الإلكترونية can help people they can also be bad for people's health وأحيانا بتبقى ضار عليهم. لا مستر الديجيتال overload should be placed with a digital light. Most people know that a food diet helps people to get rid of poor eating habits بيساعدنا على عادات الأكل الوحش. And the same is true with a digital diet. Going on a digital diet would prevent هيمنع الناس from developing poor habits with their digital device. دي فكرة الكاتب كله عن القطعة إن في مصطلح طالع اسمه الديجيتال دايت وده هيساعدك تقلص وقتك على السكرين الشاشات في الحاجات الضارة اللي مش بتبقى مفيدة. question number 1 بيقول لك ايه؟ The best title for this passage could be new technology التكنولوجيا الحديثة أو الجديدة لا. electronic devices لا. الانترنت لا. عن الديجيتال دايت طبعا عن الديجيتال دايت أكيد. هو محور القطعة كله عنها مستر أيوه. The writer advises us to الكاتب بينصحنا بإيه؟ sleep early ننام بدري. ليه الكلام ده؟ spend time outside نقضي وقت بره. balance yes نوازن بين وقتنا في الأونلاين avoid looking نتجنب مشاهدة السكرينز لا. يبقى هو بيقول لي اعمل بالانس توازن لوقتك على الشاشات. 3 بيقول لي which one of the following is a useful activity أنهي من دول نشاط مفيد. reading a book استنى. serving web pages إن أنا أدخل على الويب pages لا. writing a comment on a post أكتب comment على البوست yes no. chatting with friends لا. هي إن أنا أقرأ كتاب yes reading a book. طيب بيقول لك for which of the following is a form of modern means أنهي في اللي جاي دول وسيلة حديثة من وسائل التواصل. letters no ما تقالش كده. emails yes. faxes الفاكسات لا. telegrams لا هو اللي اتقال في القطعة. sending emails إرسال الإيميلات. we infer that the writer is نستنتج إن الكاتب يكون against using technology ضد استخدام التكنولوجي لا طبعا. for using technology مع استخدام التكنولوجي. with using technology with limits أيوة إن أنا أستخدم التكنولوجيا بس بحدود. لازم يا مستر يكون لها حدود طيب defending using technology لا. الدفاع عن استخدام التكنولوجيا لا. number 6 بيقول لي according to the passage طبقا للقطعة نقط of something isn't good for us. something is good for us yes. حاجة مش كويسة لنا. little enough لا. a bit little لا. the majority لا. ايه ده مستر؟ اي حاجة زيادة عن اللزوم هي وحشة. يعني يا مستر too much sleep مضر. too much in front of the screens وقت كبير قدام الشاشات مضر. play games مضر لو too much. الحاجة الوحيدة اللي مش مضرة too much المذاكرة. ولقيت طالب فاجئني قال لي صدقني يا مستر حتى دي برضو غلط. ليه؟ I should لازم يكون عندي بريك يعني فاصل بين كل ساعتين متواصلين تاخد بريك تلت ساعة أو ربع ساعة بس تاخد بريك في حاجة أنت بتحبها. يعني يا مستر أنت عندك هواية بترسم اعمل الحاجات دي. يعني أنا المفروض آخد بريك يا مستر بين كل ساعتين طب واحد يجي يقول لما أنا كل مذاكرتي في اليوم كله 2 ساعة يعني ساعتين بس. ربنا معاك يقويك. restricting the hours we spend with screens is hard at the first 4. ان انا اقلل عدد الساعات قدام الشاشات ده بيبقى صعب في الاول. ليه يا مستر؟ fear of ببقى خايف من missing anything important ان حاجة مهمة تعدي مني. getting addicted to it هيبقى ادمنتها. ايوه. not having enough time to do everything مش عندك وقت تعمل كل حاجة لا. preventing people منع الناس from developing bad habits لا. يبقى هي الإجابة الصحيحة مين B. which one summarizes the passage. a digital diet stops us wasting
our time is online. Parents must limit their children use for digital device. لا. digital diet develops creativity. لا. we shouldn't depend on technology all the time. لا، هي الأولى. الديجيتال دايت stops us، بيمنعنا من ضياع our time is online، من ضياع وقتنا عبر الانترنت. دي القطعة يا مستر، قطعة جميلة، انت تقراها حلو الأول، بعد ما تقرا الأسئلة تروح قاريها حلو وتحل قبل ما تشوف الفيديو. طيب يا مستر تعالى بقى ناخد ترانزليشن، يعني الترجمة. تبادل الهدايا هي طريقة للتعبير عن التقدير والاحترام اتجاه الآخرين. changing معناها تغيير مش تبادل. exchanging gifts. exchanging gifts ده مفرد، الجيرند لو بدأت بيه بيتعامل مفرد فار غلط. is a way to express نعبر عن appreciation التقدير and respect towards others. طبعا هنا مفيش حاجة اسمها others، ده غلط، يبقى الإجابة هي دي. تحصين الناس من التضليل الذي يحدثه نشر الأخبار الكاذبة هي أهم قضية تتعلق بمهنة الصحافة. immunizing يبقى injecting غلط بالاستبعاد. immunizing people from misleading happened by نشر معناها producing، لا. نشر معناها circulating، لا. publishing fake news is the most important case relating to journalism، الإجابة B. طيب اللي بعدها بيقول لي women occupy leading a position at the local and international levels in most countries of the world. women occupy تشغل المرأة، تقاد المرأة، لا. سوف تشغل المرأة، مفيش سوف، واجيب لي جملة مضارع عادية. تمام. طيب تشغل المرأة مناصب سياسية ولا قيادية؟ ليه دي معناها قيادية مش معناها سياسية. على المستوى المحلي يس، المحلي والعالمي. هنا كاتب لك كمان المحلي فقط، لا، يبقى الإجابة ج في معظم دول العالم. فور 4 بيقول لي the country is moving forward towards developing the infrastructure، يعني البنية التحتية to information and communication technology. تمضي الدولة قدما نحو، يسير الريف نحو تطوير، لا الريف ايه. تمضي الدولة قدما نحو التطور في بناء، لا، ده المفروض تطوير البنية التحتية. تتحرك الدولة من أجل الزيادة التنموية، تمضي الدولة قدما نحو تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الإجابة ايه. تعالى بقى 5 بيقول لك ايه يا صاحبي. 5 بيقول لك the state aims to develop the agriculture sector and improve the irrigation system to reclaim 1 million acres، يعني أفدنة. تستهدف الدولة استصلاح 1,000,000 فدان لتطوير قطاع الزراعة وتحسن طريقة الري. طيب تستهدف الدولة، هي هنا استصلاح the state aims to develop، مش استصلاح خالص، مفيش استصلاح. تمام، مش كاتب استصلاح، لا. طب تحتاج دولة حالة الزراعة، يعني تستهدف الدولة تطوير قطاع الزراعة وتحسين منظومة الري لاستصلاح 1,000,000 قيراط، لا هي مش قيراط هي فدان. تستهدف الدولة تطوير قطاع الزراعة وتحسين منظومة الري لاستصلاح 1,000,000 فدان. تعال بقى ناخد يا صاحبي، تعال بقى ناخد أسئلة السكيلز. which are capitalized all the time. مين اللي بتعمل لها capital time capital letter طول الوقت؟ الأسماء المركبة اللي هي ضمائر الملكية. uncountable nouns، لا هي proper nouns اللي هي أسماء الأعلام، خدناها في الأول خالص لما خدنا الجزء الخاص بعلامات الترقيم كلها، هي كسكيلز. which of the following sentences is structurally correct؟ أنهي جملة من دول structurally correct؟ الجملة دي في غاية الخطورة والأهمية. ليه بقى؟ ركز معايا الأول قبل ما أخد الجملة دي. أنا عندي حاجة اسمها so وعندي حاجة اسمها that.
حاجة اسمها سو، حاجة اسمها ايه سو ذات وساتش ذات. سو ذات وساتش ذات يا مستر عندي حاجة اسمها ايه سو ذات، وعندي حاجة اسمها ساتش ذات. مالهم دول؟ افهم وانت تعرف. طيب عايز تقول يا مستر بص يا صديقي، سو ذات بيقعد بينهم اما صفة اما حال، يا صفة يا حال بس اما ساتش بيقعد بعدها صفة بلس نون، صفة زائد اسم بس الصفة زائد اسم لو الاسم ده معدود مفرد هتلاقي الصفة تسبق بأو ايه أو ان. طب لو الاسم ده مستر اسم غير معدود اسم جمع ما بتاخدش أو ان. بس في حاجة لقيت مرة بنوتة جايبة لي جملة من على، كانت بتاخد كورس انجليش بس مع محاضر امريكي، مع محاضر امريكي، يعني مش بتاخد كورس هنا حد جوه مصر لا. فراح جابت لي جمله، اشكر ربنا ان انا الجمله ايه، يعني انا في كتب معايا بره الكتب بتاعتنا بتاعت كتب الوزاره او الكتب الخارجيه، قايل لهم ايه ان سو ممكن يجي بعدها صفه زائد اسم سو بس بشرط تيجي الصفه ويجي بعد الصفه او ان ويجي الاسم. طب يا مستر اديني اكزامبلز اشوف الكلام ده. بص يا سيدي، اجي اقول لك ايه هي از، واجي اقول لك سو بولايت، سو بولايت يعني مؤدب جدا، ذات لدرجه اي ريسبكت هيم انا بحترمه. اي ريسبكت انا كاتب جمله بسيطه، اي ريسبكت هيم يس. طيب حلو، مالها دي سو بولايت، سو اهي جا بعدها صفه بس. طب لما اجي اقول هي از واجي اقول لك such واروح اقول لك a polite person، polite person يس. بص person اهي عشان كده جبت such ادي صفه وادي اسم ذات لدرجه واكمل باقي الجمله. انما ممكن اقول هي از واقول polite a person يا ابويا مستر. ايوه بص الفرق بين سو وساتش هنا، بص الاول ان هنا تسبق الصفه، بص الاول ان هنا جايه فين. طيب امسك بقى الجمل دي وابص it was such a bad weather، weather اسم غير معدود ما ينفعش اخد الايه، يبقى الغلطه هنا في الايه عشان كده غلط. طب الجمله الثانيه it was so bad، لا ما ينفعش اجيب صفه زائد نون من غير او ان ما ينفعش مع سو. it was so bad a weather صح بس فيها غلطه، weather اسم غير معدود ما تاخدش الايه فما اقدرش استخدمها. تمام، طالما ما فيش او ان ما اقدرش اجيب سو. زي الجمله بي، طب هنا it was such bad weather ايوه، وعشان weather اسم غير معدود حذفت الاول ان يبقى هي الاجابه الصحيحه. معايا ومركز في اللي انا بقوله؟ مستر معاكم مركز. which describes noun or pronoun، ايه اللي بيصف الاسم او الضمير؟ اللي بيصف الاسم او الضمير هو مين؟ الصفه. an adverb بالحال لا، proper noun اسم العلم لا، an adjective interjection لا، odd strange and words كلهم معناهم غريب، دول are synonyms يعني كلهم معانا البعض بمعنى غريب. طيب نمبر 5 بيقول لي which tense أي زمن best describes اللي بيصف something that happened حاجة حصلت in the past في الماضي and still ولسه لها تأثير في الحاضر. الزمن اللي تم في الماضي وله تأثير في الحاضر ده زمن المضارع التام. past simple ماضي بسيط لا، past continuous ماضي مستمر لا، present simple لا، والpresent perfect اللي هو زمن المضارع التام. حدث وله تأثير في الحاضر. ندخل بقى نكتب السكس لاينز عن pros and cons on social media of social media. طب يا مستر هو هيجي مرة يحدد لي يكتب لي introduction او بادي باراجراف او يصنف لي يقول لي conclusion طب انت لما يصنف لي يعني مثلا هنكتب ده الباراجراف ده مثلا ممكن يحدده لي يكتبه لي مثلا conclusion، يعني يا مستر conclusion اكتبه لي خاتمة. بص يا سيدي هبدأ كده اسيب الاندنتيشن المسافة البديهة واقول to conclude ختاما. انا عايز اكتبه ايه؟ عايز اكتبه ختامي. اقدر اوريك ازاي. طيب هنكتب ايه يا مستر؟ to conclude ختاما او نستنتج ان السوشيال ميديا مالها مستر is a double edged weapon. a double edged
ويبون سلاح ذو حدين. يا ابويا على الكلام نقطة. سلاح ذو حدين انا بختم. تمام. with social media I can do useful things أشياء مفيدة. on the other hand على النقيض. on the other hand يعني على الامستر على النقيض. if we لو احنا waste بنضيع our time وقتنا in front of أو بلاش in front of لو بنضيع وقتنا على السوشيال ميديا. our time if we waste our time we will regret. هنندم yes as the time passed الوقت هيعدي. تمام. quickly بسرعة. if we waste our time we will regret as the time passed quickly لأن الوقت بيمر بينا بسرعة. التاني اكتب مثلا على السوشيال ميديا يا مستر فأقول لك كده we can use social media يعني بحكمة wisely بحكمة yes. social media benefit me يعني benefits me لازم تفيدني. benefit me and I can control وأنا أقدر أتحكم of myself في نفسي. to let عشان أخلي السوشيال ميديا تعمل لها مستر help me تساعدني to achieve إن أنا أقدر أحقق my goals أهدافي. ده ختامي. الختام مش بكتب فيه تفاصيل، لا ده أنا بلم بيه الموضوع كله اللي أنا قلته، كل الموضوع كده. مستر احنا حلينا كبسولة رقم 2 يس. قطعة 5 ترجمة 5 سكيلز بلس اسي بنكتبه او باراجراف مكون من 6 كلمات. يلا حبايبي اشوفكم في الكبسولة اللي جاية. سيو سلام.